ومثل ما شايفين يا أصدقائي حصلنا على البويا باص الجديد بشكل مجاني. ولا والله يا إخوان، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم نسأل عن البويا باص الجديد اللي مرة كشكله أسطوري، وأيضا طريقة الحصول عليه بشكل مجاني. لايك، لا تنسى تحط لايك للفيديو واشترك بالقناة إذا كنت جديد، ويلا نبدأ. اللي شاف منكم الفيديو السابق لبويا الباص اللي كان هذاك الشهر راح تشوفوا إن عملت طريقة وقدرت فيها أحصل على البويا باص وقتها ب10 جوال فقط. اوكي ما طلعنا، خلينا نعمل ملفة ثانية ونلف مرة ثانية. اوكي لا مستحيل. وبهذا الفيديو بدي نعمل نفس الخدعة ونشوف اذا نقدر نحصل ايضا على هذا البويا باص مرة اخرى فقط ب10 جوال. ولكن هاي المرة نقول اذا ما زبطت معي او ما زبطت معكم انتم ايضا، في طريقة مضمونة راح تقدروا تحصلوا على البويا باص بشكل مجاني. يا اصدقائي خلينا نعمل نظر البويا باص، شو السكنات الموجودة فيه وشو أهم الأشياء اللي موجودة داخل البويا باص. أول شي عنا سكن البنت. سكن البنت يا أصدقائي الصراحة شكلها أسطوري، خاصة البنطال شكلها يضحك. أوكي حاضر البنات عليه. تمام. شو في عنا أخرى؟ شو في عنا أشياء أخرى؟ أوكي في عنا هذا الصندوق يعطيك شخصية بشكل مجاني. اوكي حلو حلو حلو، شكل مجاني، شيء اسطوري. اوكي شو في عنا كمان؟ شو في عنا؟ اوكي حلو، اخيرا نزلوا سيارة للتيك توك. اوكي في عنا هون. اوكي هذا اللوت بوكس وتقتل العدو يطلع له هذا الشكل. صراحة مرة شكله اسطوري. اوكي لا شكله اسطوري ومرة احب اشوفه كيف الحصان. اوكي في عنا مزلجة. اوكي مزلجة شكله فعلا كيف يعني ديناميت جنبها. اوكي حلو. في اوكي في عندنا هون سلاح كمان. السلاح يعطيك يدين في مخزن صغيرة ومدى. اوكي شكله حلو. اوكي سلاح حلو. شوف عنا هون. اوكي في عنا مضرب. اوكي هذا المضرب كمان شكله حلو اسطوري، تقدر تمسكه باليد باللوبي كمان حلو. شوف في عنا هون. اوكي هون في عنا شنطة. اوكي شنطة، ونقدر نشوف المستوى الاول والثاني. اوكي ما نقدر نشوف المستوى الاول والثاني. اوكي شوف. اوه حلو. شوفوا اخيرا نزلوا شرط بالبويا باص وايضا بالمجانيين. اوكي شوف عندنا كمان اشياء اخرى موجودة. خلينا بس اوكي شو هذا؟ اللوت بوكس ايضا. هاي ثلجة. لا لا الصراحة حلوة. اوكي حلو حلو الثلجة. حسبت اللوت بوكس. اوكي ثلجة والله حلوة. اوكي جينا لاهم اشي وهو سكن الولد. اوكي خلينا نشوف سكن الولد ونقيمه ونشوف يستحق حقا. خلينا نشوف اول شيء اصدقائي مظهر، يعني في شيء جديد. اوكي خلينا نشوف عنا الشعر يشبه الشعر. اوكي يشبه شعر توماس شيلبي. مين عارف مسلسل توماس شيلبي؟ اوكي يشبه الجاكيت. اوكي طريقة حلو، ولكن اهم شيء عنا البنطال. يعني الصراحة بيكون البويا باص ما مهم البنطلون، ولكن هذا البويس هو أهم إشي. انتوا شايفين مرة شكله أسطوري ويضحك، يعني شيء جديد بالبويا باص إنه يحطوا كده إضافة وكذا شكله صار يشبه يشبه اللص. اوكي اول شيء اصدقائي لازم نعمله هو خلينا نغير شخصية لشخصية ادم. ما عندك شخصية ادم حط شخصية اقدم شخصية تكون عندك، لان الفيديو السابق كثير عالم قالوا لي يعني صار معنا شخصية ادم، فما عندك حط اقدم شخصية انت تعرف انك تحصلت عليها. فا اوكي اصدقائي خلينا بعدها خلينا نعمل نشيل اذا معكم سلاح باللوبي شيلوه، ما يكون معكم سلاح يعني نروحوا كان اول مرة تنزل اللعبة. بعدين يا أصدقائي خلينا نروح لمكان بس نتأكد إن قاعدين نصور، هذا أهم شيء. وهذا خلينا بس ندخل لساحة محل تدريب الثلج. وبعدها يا أصدقائي نروح للمكان النقطة المربع الأزرق، مثل شايفين في مربع أزرق هون. بعد ما نوقف بالنص يا أصدقائي خلينا نروح وخلينا بعدها نطفي الإنترنت، طبعا نطفي البيانات ونطفي الواي فاي مشان ما الإنترنت نطفي على الآخر يعني. فأوكي أصدقائي بعد ما نطفي الإنترنت على الآخر بس نستنى شوي، وبعدها لازم تقريبا ننتظر بهذا المكان من 20 ل 30 ثانية. تقدرون تبقى 20 و30 ثانية كنت تتدرب على الثلج. طبعا أعرفكم نوبات حمزة أساطير. المهم يا أصدقائي بتحسن تتدربون على الثلج، فخلينا بس نتدرب على الثلج. بس تخلصوا الثلج بتقدروا محاولة مرة أخرى يعني يلعبوا جولتين. أوكي يعني جولتين تقريبا هي أصلا تعادل تقريبا 20 أو 30 ثانية. فخلينا نعمل هيك نحط ثلج حط على السريع. اوكي المكان كمان ايضا جيد للناس اللي تحب تتدرب على الثلج. اوكي حلو حلو. هوني يكون عندك سرعة بديهة طبعا. فا اوكي اصدقائي هيك نكون خلصنا 20 ثانية على ما اعتقد. فتمام خلينا نشغل الانترنت، خلينا نعمل خروج. وبعدها اصدقائي لازم ننتظر حتى تصير تسامي يعني الانترنت البنك يرجع من مكان.
فأوكي خليني بس ننتظر شوي، وأوكي رجع لل60. خلينا نعمل خروج. اوكي هي عملنا خروج. فالله يا اصدقائي اللي بدنا نعمله هو نروح على المكان المتجر، وهذا ننزل حتى نلاقي محل صندوق البويا بس خلينا بس نعرف وينه. اوكي هذا هو، حلو هذا هو. في جوائز مرة اسطورية طبعا يا اصدقائي. خلينا نضغط عليه. وبعد يا اصدقائي اول شيء لازم تعملوه وتفتحوا هون المتجر. طبعا الشيء انتم جربوه انتم ايضا. اوكي اول شيء خلينا نحط شيء مثلا نحطه على 10، ولكن ما بنشتري 10 تمام، بس نحطه على 10. يعني اكتر اشي رح نصرف على هذا الحدث تقريبا يعني يقول من 3 ل5 لفات اللي لازم نكون حصل عليه. فخلينا نعمل اول لفة، ننتظر هون كمان مرة 5 ثواني. اوكي خلينا نعمل رفض. اوكي خلينا نعمل لفة 10 جواهر، وخلينا نشوف. اوكي اول لفة ما حصلنا على شيء. خلينا نشوف تاني لفة ونقول بسم الله. اوكي قربنا حلو حلو حلو. وبس بدنا نحصل، ما حصل على التاني، بدنا نحصل على البويا باس. اوكي نرجع نعمل نفس الطريقة مرة اخرى يا اصدقائي. خلينا نلف 10، ما صارت 10 خلينا نلف مرة ثانية. خلينا نقول بسم الله وخلينا نلف ونشوف اذا نقدر نحصل على هذا. اوكي ما طلع لنا شيء تمام، فخلينا نرجع نعمل لفة تانية. كمان ما حصلنا على شيء. اوكي خلينا بس نعمل لفتين وبعدها شكلا ما راح يطلع لنا، ولكن في عنا طريقة أخرى راح نقدر نحصل فيها على البويا باس بشكل مجاني. طبعا يا أصدقائي اللي ما يعرف أنا عندي جواهر أصلا مجانيين، فهذا السبب بدي أعلمكم كيف تقدرون تحصلوا على جواهر مجانية. أول شيء يا أصدقائي خلينا نروح. كمان قلت لكم هاي الطريقة مشان ما تروحوا جواهركم. طبعا لا تلفوا أكثر من 5 لفات، أنا لفيت يمكن زيادة مشان التصوير، ولكن يا أصدقائي لا تلفوا أكثر. فتمام يا أصدقائي خلينا بنستخدم سلاح. اوكي خليني احط هذا الى ضرر 2 اقوى من الاحمر. اوكي اصدقائي شوف كان شو نعمل. اوكي خلينا ندخل لمكان البويا باس. بس وين كان الباص؟ اوكي هذا هو. اوكي اصدقائي خلينا نعمل نشتري ب 300 جوهرة، وبعدها خلينا ننتقل لكيف تقدروا تحصلوا ايضا على مجاني. خلينا نعمل الفتح. اوكي هيك حصلنا على البويا باس بشكل مجاني. اوكي اصدقائي تقول لهم روس كيف مجاني انت شو عندك 300 جوهر. اصدقائي مشان تقدروا تحصلوا على البويا باس انا عندي طريقة بقدر احصل فيها يعني جواهر اكواد يعني بساعدة اليوتيوب. فالطريقة يا اصدقائي بدي اساعدكم انتو ايضا. حاليا اي شخص بده يشحن البويا باس ما لي غير يروح على حسابي على الانستغرام موجود بالوصف. اوكي بتنزلوا عليه بتتابعوني وبتكتبوا هوم بلوكس. بدنا نحصل على البويا باس الجديد. طبعا يا اصدقائي بدي اعمل مسابقة كبيرة باذن الله. هي المسابقة رح تكون على البويا باس للجميع، يعني الكل يعني عدد كبير، ما نقول كل عدد لكن عدد كبير رح يحصل على البويا باس. وعلي غير يا صديقي انك تروح على الوصف وتتابعنا على الانستغرام. اهم شيء تكون متابعنا على الانستغرام وعلى اليوتيوب، ما اطلب منك لا لايك ولا شيء. وبعدها يا اصدقائي تروحوا تبعثوا لي رسالة، وبعدها الرسالة يا اصدقائي بعد يوم او يومين بدي اعمل مسابقة كبيرة راح اخلي كثير من الناس انه يربحوا معي البويا باس. فبس يا اصدقائي هون وصلنا هالفيديو. اشتركوا بالقناة اذا كنتوا جدد، حطوا لايك. هذا بس، مع السلامة.